المزيد من التفاصيل في روبورتاج فرح سعف، مصطفى الريباني ومصطفى الصفر. Making it a new Guinness World Record for the largest flag draped. Congratulations. كما كان متوقعا، تجاوزت مساحة العلم الوطني 6 هكتارات بكثير، حيث بلغت 6369 مترا مربعا، ليدخل العلم الوطني موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميا. قياسات صارمة خضع لها العلم الوطني من قبل خبيرة كتاب جينيس للأرقام القياسية، فقبل دخوله الموسوعة العالمية يجب أن تتجاوز قياسات العلم من حيث الطول والعرض الرقم الحالي الذي تبلغ مساحته 43 ألف متر مربع. بالفعل العلم الوطني المغربي هو أكبر علم على الإطلاق، وأنا مسرورة لتواجدي هنا بالمغرب لأعيش هذه اللحظات التاريخية. العلم الوطني أكبر علم في العالم، تطلب إنجازه 340 عاملا وتقنيا و40 ألف متر من التوب، واستغرقت عملية خياطته شهرا ونصف بعد القيام بكل الدراسات التقنية واعتماد كل المعايير التي يفرضها خبراء موسوعة جينيس للأرقام القياسية. إنجاز ضخم أبهر الجميع، حتى أن القمر الاصطناعي GeoEye-1 الأمريكي قام في سابقة من نوعها بأخذ صور للعلم الوطني عبر الأقمار الاصطناعية. الصورة كانت كبيرة لأنها من أكبر الصور في العالم، فالفكرة جات بأننا ناخذوها عن طريق الصور القمر الاصطناعي GeoEye-1. وهذا GeoEye-1 هو أكبر قمر صناعي في العالم، وهو أمريكي، يعني تعطي الصورة على 50 سنتيمتر. وهذا القمر الصناعي هو يمر يعني على 3 أيام باش يمر على العالم، فاضطرينا بالمساعدة بالأمريكيين باش حولوا القمر الصناعي اللي كان غيكون موجود في جنوب أفريقيا وحولوه على الساعة 12 اليوم بالضبط، باش الآن كان فوق الدخلة، مدينة الدخلة، لأخذ هذا العلم. إذا الفرحة هي ما كانش فرحة غير وطنية، فهي فرحة عالمية. الرسالة اللي بغينا نقولوا اللي بغينا نعطوا للشباب بالنسبة لهذا الحدث هي بأن خصنا ديما نديروا شي حاجة اللي ما تكونش عادية، ديما شي حاجة فاش نقولوها المرة الأولى نكونوا جالسين حنا يا شباب نديروا أكبر راي في العالم، حتى واحد ما يقول راه يمكن نديروها. دابا ليدي سي دو رياليزي لامبوسيبل. اي حاجه ما يمكنناش نديروها نوريو للشباب بان يمكن نديروها فينالمون، سي اون يمي بوكو دو ترافاي، سي اون يمي بوكو دو كونفيكسيون، اي سي اون ا فريمون انفي دو لو فير. دخول العلم المغربي موسوعة جينيس للأرقام القياسية لم يعد حلما بعد اليوم، رقم قياسي جديد تبرهن أرقامه عن مدى حب المغاربة وتشبعهم بروح الوطنية. وكما عاش أسلافهم حدث المسيرة الخضراء، يكتب هؤلاء الشباب اليوم ملحمة جديدة في تاريخ المغرب، سيبقى العالم ومدينة الداخلة شاهدين على أمجادها. شباب في مقتبل العمر رفعوا التحدي بإنجاز أكبر علم في العالم وربحوا الرهان، تحدي ولد خلال تخليدهم لذكرى المسيرة الخضراء قبل عام من اليوم، وها هو الآن يتحقق على أرض الداخلة جوهرة الأقاليم الجنوبية بدخول المغرب ومعه العلم الوطني موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الملك ملكنا والصحراء صحراؤنا، الملك ملكنا والصحراء صحراؤنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. تظاهرة كبرى عرفت مشاركة أزيد من 900 شخص، من بينهم 350 شابا وشابة يمثلون الجهات 16 للمملكة. الحدث سجل أيضا حضور العديد من الشخصيات من عالم السياسة والفن والثقافة، وهذه ارتسامات عدد من المشاركين. Ça montre la fierté d'un peuple, la fierté d'un pays qui a su toujours se lever dans les moments difficiles. Et je crois que c'est un exemple à suivre pour beaucoup de pays de la région. Et voilà, donc oui, ça ouvre la voie à de belles perspectives. Young people all across the world, if we all get connected, we can make change. In 2008, we elected President Barack Obama in America.
And I know that King Mohammed here in Morocco is very supportive of inspiring young people to get involved in the political process. And true change will come by getting young people involved. And it's just such an honor to be here to connecting America and Morocco, which is, of course, as you know, has a long-standing relationship. And we want to... في الواقع الحقيقة مؤثر، يعني لحظة مؤثرة. نحن ليس لنا فقط أكبر عالم في العالم اليوم، نحن بلد كبير في الواقع، نحن بلد كبير. لك أنا فخور جدا أن هذه المبادرة جات من طرف هيئات شبابية اللي كتبرهن بتنظيم مثل الاحتفال على تعلقها كذلك بالرموز ديال الوطنية ديالنا. شباب آخرون ومساهمة منهم في تعزيز التنمية ونشر قيم التسامح والسلام ونبذ العنف، إذ يشارك بالعيون أكثر من 700 شاب وشابة من مختلف دول العالم في الدورة الخامسة للملتقى الدولي لشباب السلام. مصطفى خية ومحمد مولود من لا يخاف. النسخة الخامسة من الملتقى الدولي لشباب السلام تميزت خلال حفل الافتتاح بمجموعة من المداخلات تناولت منجزات